قرب قرب، الكاراتيلي بيكسب. 5 جنيه. الكاراتيلي بيكسب. 5 جنيه. الكاراتيلي بيكسب. وب5 جنيه. عايز حسام ب10، عايز حسام ب10، عايز حسام ب10. ايه ده؟ هي ايه الزحمه اللي هناك دي؟ لا حلس. مش عارف والله يا عم حماصه. انا عايز كيسين، عايز 2. واحدة 2. عايز هات 2. الفلوس. طب اسمع، هما بيقولوا حاجه هناك اهو. اللي بيكسب. 5 جنيه. الكاراتيلي بيكسب. وب5 جنيه. انت سمعت اللي انا شفته ولا يا حلس؟ اكيد لا يا عم، هو في حد بيشوف اللي بيسمعه؟ اعمل حلس، ركز معايا كده، مش ناقصه غباء هي. بقول لك انا بصراحه كده عايز اجرب كيس من اللي بيكسب ده، يمكن اكسب طياره. يا عم حماصه تكسب ايه بس؟ انت بتصدق الكلام اللهبل ده؟ يا عم دي نصبايا. طب استنى، لا حلس، فعلا صغير بيفتح التسعينات اهو، اما نشوف هيكسب ولا لا. ايه ده؟ الله اكبر، كسبت عربيه. ما هو ده اللي ما بيكسبش يا عم الحلس. ما بيكسبش؟ انا قلت ما بيكسبش. مين قال ما بيكسبش؟ طب يا عم يلا بينا. عمو بعد اذنك كنت عايز كيسين كلاتين اللي بيكسب، واحد ليا واحد للحلس. استنى بقى يا حماصه، اما اخش اجيب لك من جوه عشان الكرتونه دي خلصت. الله لا حلس، الله هجيب لك لي كاس اهو، طلع بقى الفلوس بقى عشان نحسب اللاجئ. حاضر انا معايا اهي معايا. مش لاقيها. ما تقولش. اتفضل يا حماصه، الكاراتيه اهو. يا خرابي، هتعمل ايه كده يا حلس؟ معلش يا عم حماصه، لو معاك فلوس ادفعني المره دي وانا هبديها لك المره الجايه لما ربنا يسهل. طب ربنا يسهل يبقى مش هشوفهم تاني. يا نهار اسود، يا سميته وحشه للدرجه دي؟ بس اقول لك يا عم ما تقلقش، انا هحسب لك المره دي، والمره الجايه بقى نبقى نتحاسب مع بعض، ماشي؟ عمو عايز كيس. اتفضل يا حبيبي. ماشي يا عم، خد ال10 جنيه دي وهات لنا كيسين. اخويا حماصه اللي مروق عليا يا عم. كده مش فاضل معايا غير اخر كيس، خد اهو وباقي الفلوس بتاعتك. نعم. ايه ده بس يا حلس، اهدى. بقول لك يا عم والنبي ما تدور عندك تاني كده ولا بتاع، يمكن تلاقي كيس واقع كده ولا كده. هو النبي يا عم دور. مفيش تاني يا ابني والله، ما قلت لك خلصت. يلا بقى يا عم حماصه نروح نفتح الكيس ده نشوف ايه. يلا بينا يا عم. بعد اذنكم يا حبايب قلبي، اللي بيطلب بقى لحد دلوقتي ولسه ما عملش لايك ينزل بقى دلوقتي يعمل لايك ويشترك في القناه، عايزين نوصل الفيديو ده اكبر عدد من اللايكات، وعايزكم تتوقعوا معايا ايه اللي هيطلع جوه الكيس ده. حبايب قلبي سلام، يلا بينا يا حلس. تعالى بقى يلا يا حلس، اما نشوف بقى هنكسب ايه. يلا حماصه يا رب تكسب اي حاجه. ما نشوف بقى الكيس ده فيه ايه. ايه ده؟ يا ما انت كريم يا رب، يا ما انت كريم يا رب، كسبت ميداليه لعلها في ود الحوار. لا حول ولا قوه الا بالله، الناس اتجننت خلاص يا حلس. يا عم سيبك منه يا عم حماصه، كمل وشوف هتكسب ايه. ماشي يا عم، يا رب اي حاجه. يا ملك معاك يا الله. الله لا حلس، امي شكلها ده عيالي، يلا انا بقيت غني. المهم بس يا عم حماصه ما تنساناش. ده انا هدوس عليكم بالجزمه القديمه. كله بسببك يا حماصه، بسبب طمعك والانانيه بتاعتك دي. هتخسر يعني لو كنت اديتني نص الالماظه. يا حيوان، صدق خساره فيك تمن حتى كيس السبسي اللي انا دفعته لك. المهم بس هنعمل ايه ولا هنروح فين؟ احنا عايزين نغير الالماظه دي بفلوس. تصدق يلا يا حلس، بس بقول لك ايه، هو مثل الالماس ده المفروض بيتمن بالقلاط. ايوه ليه يعني؟ ده على كده يا حلس الالماظه اللي معانا دي تعمل كام فدان. مش حلوه؟ طب يلا يا حلس، انا اعرف واحد كويس بيستل الحاجات دي، يلا انا جايبك بقى يلا يا حلس دلوقتي لواحد خبير في مواضيع الذهب والاثار والكلام ده كله. لما نشوف يا عم، لما نشوف مجايبك يا عم حماصه لا تودينا في داهيه. يا عم مجايب ايه بس يا حلس، ولد عيب، انت جاي معايا انا وانت جاي مع اي حد ولا ايه؟ يلا امشي قدامي يلا. ماشي يا عم حماصه. بس هو الراجل ده يا حلس هو اللي بيفهم في الحاجات دي. السلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام. انت مين يا ابني انت وهو؟ بس اسكت انت يا حلس، سيب لنا الدخله ديت، انا هعرفه احنا مين. ازيك يا سعاده مستصال الذهب والالماس في السلك الاوسط والعالم، ها عرفتنا؟ لا برضو مش عارفكم. مش مهم، انتوا عايزين ايه يعني مني؟ احنا كنا عايزينك تشوف الالماظه اللي معانا دي. انت بتتكلم بجد؟ معاك قطعه الماس وجبتها منين دي؟ احنا لقيناها في كيس كاراتيه.
طيب وريهاني كده. ايه دي اللي ولها لك يا عم انت؟ الالمازه يا حبيبي عشان اكشف لك عليها. احسب برضه. ماشي يا عم، خدها اهي، خد. اوه ده شيء عظيم. انا خلاص خلصت الحمد لله. ايه ده انتوا نايمين يا اولاد؟ قوموا اصحوا. خير يا دكتور. طمني بقى وقول لي بالله عليك ان الالمازه ديت طلعت اصليه مش فيستك. حاسس ان بعد كل اللي عملناه ده الالمازه دي هتطلع فيستك وكل ده هيطلع على الفاضي. ما تقلقوش عشان تعبكم ده ما راحش على الفاضي، والالمازه كمان طلعت اصليه. احلف بالله. اوعى تنساني يا حماصه، انا كده ليها رطيل. ايه ده؟ اهدوا بس، انتوا هتقسموها قبل ما تعرفوا سعرها كام. سعرها كام يعني؟ انا لما عرفت انها اصليه كلمت اكتر من مشتري، وفي واحد عايز يشتريها لو عايزين دلوقتي ب 10 مليون دولار. هو الرقم اللي انا سمعته ده صح؟ يعني كده القراطين هيقفوا عليا بمليون يبقى توكلنا على الله.